لا الجيش المصري ولا غير الجيش المصري هيقدر يعدي القناة ويخش سينا. يعدي القناة ايه؟ ده مش هيعرف يلمس المياه اصلا. وبالنسبة لسينا فمصيرها محتوم، مصير كل الاراضي اللي اتاخدت سنة 67 كلها ضمن اراضي اسرائيل الكبرى اللي اسرائيل هتفضل مسيطرة عليها للابد. انتوا عارفين سينا مش هترجع تاني ليه؟ علشان اتبنى عليها اقوى خط دفاع في التاريخ، مضاد لكل اشكال الهجوم، البري، الجوي، البحري، مقاوم لكل الضربات من اي نوع. رحبوا معايا بالجدار المنيع، خط بار-ليف. صاحب الفكره واللي اتسمت على اسمه هو رئيس اركان الجيش الاسرائيلي حايم بار-ليف، والفكره دي جات له بعد السيطره على سينا سنه 67. ولان سينا ما كانتش مجرد ورقه ضغط، فالفكره اتعملت لخدمه هدف واحد فقط، وهو السيطره الابديه على سينا ومنع اي مخلوق ان هو يخشها من الجبهة المصرية الجبهة الغربية. سينا مفصولة عن أرض مصر من خلال قناة السويس، يعني علشان تعرف تخش سينا لازم تركب مركبة فأوتوماتيك ومن غير أي مجهود. في عائق مائي جاهز المصريين هم اللي عملوه بإيديهم. طب افرض مثلا المصريين ركبوا المراكب وعدوا فعلا قناة السويس، هيلاقوا قدامهم حيطة طولها من 20 ل 25 متر، عمارة طولها من 7 ل 8 أدوار، وعرضها من البحر للبحر على طول قناة السويس. احنا بنتكلم على ساتر الترابي اللي طوله 8 أدوار ده، واحنا بنفترض اصلا ان المصريين وهم بيعدوا الميه عاشوا، لان بفضل الجدار الناري انابيب النابالم اللي متوزعه على طول قناه السويس تقدر تحول قناه السويس دي لبحر نار. ميه قناه السويس باللي عليها هيبقوا في جهنم في ثواني معدوده. طب افرض يا مؤمن حصلت المعجزه والعساكر المصريين طلع لهم جناحات وطاروا من فوق قناة السويس. لا ده مش طاروا من فوق قناة السويس بس، لا ده طاروا من فوق الساتر الترابي ال8 ادوار وعدوه. بالمناسبة الستر الترابي ال8 متر ده طول ما هو سليم كده مستحيل بني ادم يقدر يطلعوا على رجليه. شوفوا احنا ركبنا للعساكر المصريين جناحات عشان نفترض لهم كل الافتراضات الواقعية والخيالية عشان بس نعرف نعديهم من قناة السويس ويعدوا الستر الترابي. بعد ما العساكر المصريين هيعدوا السور ال8 ادوار ده هيلاقوا اكتر من 35 حصن معمولين من الخرسانة المسلحة والفولاذ، ومحطوط حوالين كل حصن سلك شايك وشبكة من الالغام. كل حصن من ال35 فيه كتيبة كاملة مسلحة بالرشاشات والار بي جي والمدافع المضادة للطيران. وهنلاقي بقى ورا الحصون المسلحة دي خط من المدرعات والدبابات والمشاة الميكانيكية الإسرائيلية. نسينا بقى أهم سلاح، هو السلاح الطيران الإسرائيلي المتطور جدا اللي قادر يغطي طول قناة السويس ويدعم كل الوحدات اللي موجودة على الأرض. يعني خلاص المصريين فقدوا الأمل إن هم يعدوا قناة السويس ويخشوا سينا. ما فيهاش حل بقى غير الحرب بالصواريخ، نضربهم بقى بالدبابات وبالصواريخ وبالطيران، ومش هنقدر نخشها مشاة خالص، هو هنفضل نضربهم من بعيد. للأسف برضو المصريين ما يعرفوش إن ورا الساتر الترابي ده شبكة أنفاق تحت الأرض تبع الجيش الإسرائيلي. فاكرين الحصون الخرسانية المسلحة اللي احنا كنا لسه متكلمين عليها؟ اهي الحصون الخرسانية المسلحة دي عبارة عن ادوار وطوابق تحت بعض، فيها كل شيء يلزم المعيشة. يعني هتلاقي فيها غرف نوم، هتلاقي فيها أنظمة تهوية متكاملة وتكييفات علشان الحر، ومطابخ ومخازن للأكل ومخازن للأسلحة والذخيرة. يعني كأنك عايش فوق الأرض بالظبط، مش ناقصك أي حاجة. يعني العساكر الإسرائيليين هيبقوا موجودين تحت الأرض وبيتضرب عليهم أتقل المدفعية في العالم وكأن شيئا لم يكن. انت بتضرب في الجبل يا معلم. يعني بالبلدي كده لا طيران نافع ولا بر نافع ولا اي شيء في الدنيا هيقدر يخترق الخط ده. فهل تفتكروا ان الجيش المصري المنتكس المهزوم اللي عنده ازمة اقتصادية ووطنية مبهدلاه ومش لاقيين اصلا يصرفوا على نفسهم هيقدروا ان هم يصنعوا المعجزة ويخترقوا خط بارليف ده؟ العالم كله بيقول مستحيل. وكان معكم حراس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافية.